عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وصحه جيده ان شاء الله. تشاهدوا هذا الفيديو نتوما على خير. هنايا غادي نفصل واحد الكسوه بالطبقات، كسوه صغيره ديال سن 8 سنين 9 سنين. اول حاجه غنبدا بها عندي هنايا الثوم، راني دايرها للكفه. هنا هذا موسلين داك الرقيوق كيبين هذا كما كتشوفوا معايا، راه خفيف هذا الثوب هذا. هاد العام راه خارج بزاف، بدا كيديروه كساوي. هنا عندي الثوم طويته على جوج كما كتشوفوا، هذا هو العرض ديالو وهذا الطول، وغنولي نطويه هنا على 4 لان غنبدا اول حاجه غنبدا بالقطعه الفوقانيه طول الحزام. عندي في الكتاف 16 ونزيد سنتيم ديال الخياطه، نهبط 2 سنتيم باش نطيح الكتاف، وغنهبط هنايا 17. داكشي اللي عندها في الكتاف هبط لها به هنايا. بغيتو تزيدو تكبروا شويه التركيز يمكن لكم تهبطوا 18 ولا 19 على حساب البنيته. تزيدوا 2 سنتيم على الدوره على عرض الكتاف. هنا عرض الصدر عندي فيه 22، نزيد سنتيم ديال الخياطه. كما كتعرفوا هاد الثوب هذا راه ما كيتيريش كاع، ومن الاحسن ديروها عريضه شي شويه باش ما تجيناش مزموته على حساب الصيف دابا. هاد العبار هذا راه يتلبس حتى البنيته ديال 10 سنين على حساب مولات هاد الكسيوه، راه طويبله شويه وافيه. الدوره ديال الرقبه غندير فيها 6 ونهبط 2 سنتيم في الخلف وندور هكا بيديا، نطيح الكتاف داك 2 سنتيم اللي علمت، نشد من هنا من اعلى الكتف وغادي نهبط طول الحزام ديالي. غندير طول الحزام 32 ونزيد سنتيم ديال الخياطه. نتمنى يكون الطراساج كيبان لكم. نحط هنا خط مستقيم. كما كتعرفوا هاد الثوب هذا خفيف كيتخسر دغيا، داكشي علاش كنحاول معاه. الدوره ديال الحزام حيت غنديروا فيها داك اللاستيك ولا الخيط المطاط، الشريط المطاط غندير فيها بحال الصدر، ندير 22. نجي لهنايا غنطلع واحد 3 سنتيم وندور هكا التركيز ديالي. من هنا للجانب غادي نطلع واحد سنتيم ونص ونسال هنا المنتصف ديال دوره الحزام. انا نحيد الخلف وخلي الامام. الدوره ديال الرقبه غادي نهبط هنايا واحد 5 سنتيم ولا 6 حيت غتجي مجموعه. انا هبطت هنا 6 سنتيم. ديك الساعه غادي نفينيها ندير لها اما السجفات اما ندير لها البيي اللي بغيت. صافي غنحيد هاد القطعه الفوقانيه ساليت منها. بالنسبه للصايه ولا للجيبه التحتانيه غادي نجي من هنايا، انا خليت الثوب مطوي هنايا على 4، ندير له على هذا الشكل هذا. حيت غادي نخلي فيه العرض ديالو كامل من هنايا، هذا العرض اللي عندنا. حيت هذه بنيته صغيره راه درنا هذا العرض اللي عندنا هنا على 4. اما لو كان عبار كبير
راه كيحتاج الثوب بزاف. العبار الكبير راه كيحتاج غير 6 متر ولا 5 متر. هنا عندي في ايفازي 38. غنجي من هنايا غنحيد داك 32 ديال الحزام، طول الحزام غنحيدها غنحطها هنايا. ها هي فين غادي نحطها. غنجي لهاد البلاصه هادي كما شفتوا هنايا، وهبطت واحد 4 سنتيم وديتها هكا مايله باش ملي غادي تخيطي مع الحزام غتعطي داك الكلوش. هنايا كنحيد داك 32 ونحط الطول الكلي ديالي. عندي انا في الطول الكلي 100 متر و15. ها هو فين عندي متر و15، وغادي نزيد واحد 3 سنتيم ديال لوغلي. هنا في الحزام راه غادي نخلي ندير شويه ديال لي فرونس هنا في الحزام. داك الكسوه اللي مسيطه لي فيها هو داك التكيمشات في الحزام. غندير 27. لتحت راه نطلع واحد 3 سنتيم باش ما تجينيش طايحه. كما شفتوا هذه هي الصايه ديالي، هذه هي الصايه ديالي كتجي على هذا الشكل. الا بغيتو ديروا الطريقه ديال الكلوش، الا بغيتو ديروا الطريقه ديال الكلوش راه كتدخل الثوب بزاف. هنا مولاتها ما جابتليش الثوب الكافي باش ندير لها الكلوش، ولكن بغيت نوريكم الطريقه هذه بالنسبه اللي ما عندوش الثوب الكافي. ان شاء الله مره اخرى نوريكم الطريقه ديال الكلوش كيف صالد الكلوش. دابا غادي نقسمو هنايا فين غادي نديرو داك القطع الثاني اللي غنديرو جوج قطع. وحده غادي تشد هنايا في الحزام مع هذه مع الصايه ولا الجيبه. غنديرو الطول ديالها هنايا 34 تكون واصله حد هنا، وغتلصق هنا مع الصايه. والقطعه الثانيه غنشدوها عاود من ما غنشدوهاش من هاد 34 غندخلو هنايا واحد 4 سنتيم باش هاد القطعه اللي غتكون من الفوق تكون مغطيه القطعه التحتانيه ما تجيش الخياطه باينه. غندخل 4 سنتيم هنا وغادي نعلم فين غادي تكون لاصقه على حساب انا القطعه الثانيه اللي عندي هنا ما غاديش نلصقها من الفوق. هادشي كامل باش ما يدخليش الثوب بزاف. كان عندكم الثوب الكافي راكم غتلصقوها من هنا من الفوق 3 بهم غيشدوا هنايا وتجي وحده فوق وحده. انا مبغيتش ندير لها هكا، كندخلها هنا واحد 4 سنتيم باش الفوقانيه غتجيني مغطيه هاد الخياطه اللي غتكون دايزه لي هنا. وغندير فيها حتى هي 34 كما شفتوا. وغيبقى لي هنايا هاد غتبقى هنايا واحد 20 سنتيم. هذه غتجي ما غاديش تبقى عليها، غتجي باينه باش يجيو الطبقات باينين. الطبقه الاولى غتجي حد هنا، الطبقه الثانيه غتجي هنايا. غنعلم هنايا فين غتكون عندي الخياطه دايزه ديال الطبقه الاولى الثانيه. صافي هذه هي الصايه ديالي. صافي الاولى غندير العرض اللي عندي هنايا غنديرو فيها. العرض اللي عندي هنا غادي نديرو 28. الطرف هذا اللي بقى لي هنا كما درت في هذيك الطبقه الفوقانيه. وغندخل هنايا فيه واحد 4 سنتيم
صافي. وغندير فيه 34، نزيد سنتيم ديال الخياطه. هاد الخياطه واحد السنتيم من هنا ديال لوغلي اللي غنزيد فيه. غنجيب المثلث وغنسيل هاد النقطه هادي مع النقطه هنايا ديال الحزام، وغنجي لهنا الجنب وغنطلع واحد 2 سنتيم باش ما يجيونيش مجنحين. هادي غتكون عندي هنا الفوق كما كتشوفوا على هذا الشكل. غتلصق هنا فيها من الفوق. دابا نقطعوا القطعه الثانيه. نشوف شحال باقي في هذه. فيها 36. صافي غنخليها هكاك ما نقصش منها، حيت مازال غادي تمشي لي منها الخياطه من هنايا ومن هنا ديال لوغلي. هاد القطعه هادي غتلصق هنا في هاد الخط هذا. غنشوف شحال عندي فيه ديال العرض. 33 عندي في العرض، وهنا عندي 38. هذيك السنتيمات اللي زايدين غنخليهم، غنديرهم لي فرونس باش يجيني يعطي داك الكشكاشه. صافي هادو هما القطع ديالنا. هاد الحاشيه غادي نحيدها، هادي راه غتحيد بالسورجي. صافي هذه هي الصايه ديالنا، غتجي على هذا الشكل. نوريها لكم هنايا في البيرو. الاولى غادي تلصق هنا على هذا الشكل هذا، والثانيه غادي تلصق هنا في هذا الخط هذا اللي درت، وغادي تجي هكايا، تجي هكا بالطبقات. هذه الطبقه الاولى وهذه الطبقه الثانيه. صافي هذه هي الكسوه ديالنا على هذا الشكل هذا. علاش ما درناش هذه واصله حتى لهنايا؟ الا كان عندنا الثوب زايد راه كنديروا هذه القطعه هذه كبيره وكنلصقوها هنا مع هذه الخياطه اللي عندنا هنايا. انا ما بغيتش نديرها هنايا باش يبقى لي الثوب. صافي دابا غادي ندوز باش نفصل الكمام، حيت مازال ما فصلتهمش. باقي لي الكمام والحزام، باقي لي هنا طرف واحد اخر. هاد الكسوه هادي، هاد الطرف هاد الصايه هي والقطعه الفوقانيه دخلت لي 2 متر، وهاد الطرف هذا نخرج منه الكمام، والتبقي غادي نصاوب به كسوه للبنيته اختها صغر منها عندها 3 سنين. صافي الكمام ديالي غادي نخرجهم من هنايا. الكمام عندي في التركيز 22. غنخلي لها هنايا واحد 4 سنتيم ديال الكشكاشه، ندير لها لي فرونس في الكتاف. صافي وغادي نعبر من هذا الخط هذا اللي درت. شوف شحال عندي هنا 19. غادي نهبط هنا 7 سنتيم. الدراري الصغار ولا البنيتات الصغار كنهبطوا لهم 7 سنتيم هنايا، كنهبطوش 13 بحال الكبار. الطول ديال الكمام عندي 48، وغنزيد 3 سنتيم. غندير لها داك لاستيك من هنا يجي مجموع، غنزيد لها 3 سنتيم هنا ديال الخياطه. ندير هنايا 13 راس الكم. الدراع عندي فيه 14. صافي غادي نحيد هاد السنتيم من هنايا. يمكن لكم ديروا البيستولي
نحيتها غير هكا بيدي. هاد المسافه هادي غنقسمها على جوج، وهادي على جوج، وهادي على جوج. صافي غندخل من هنا غنخرج سنتيم، ومن هنا غندخل سنتيم. صافي هادو هما الكمام ديالي. غنفصل هنايا الحزام. العرض ديالو درت واحد 5 سنتيم كما كتشوفوا، هو هذا. صافي هذه هي الكسيوه ديالنا. نتمنى تكون جاتكم سهله وبسيطه. حاولت نبسط معكم بالنسبه للاخوات المبتدئات ولا حتى المحترفات، علاش لا ياخذوا فكره. هنا انا حاولت ما ندخلش فيها الثوب بزاف، على حساب داك الكلوش كيدخل بزاف ديال الثوب، خاصنا ليها الثوب بزاف. هذا دخلت ليا 2 متر، وزائد الكمام خديتهم من طرف واحد اخر. اما الكسوه احتاجت ليه 2 متر نيشان. هذه هي الكسيوه ديالنا. شوفوا ان شاء الله الطريقه ديال الخياطه ديالها حتى هي نحاول نبسطها معكم. السلام عليكم ورحمه الله.